السلام عليكم. اليوم غندير بسطيله ديال الحوت بطريقه صحيه. يعني المهم غنحيدو ديك الشعريه وديك المعجنات غنحيدوها ونديروها للناس اللي مثلا متبعين شي ريجيم اولا باغيين ينقصوا الوزن وباغيين ياكلوا بسطيله الحوت وضمير مرتاح. شنو عندنا الحوت الابيض، وعندنا يعني هاد الحوت الابيض شديتو درتو بالزبده والملحه وشحرته في المقله. عندي انا خديت الميرنه فرتتها وداك الشيء راه نقيتها من الشوك. عندي البصله شحرتها بشويه الملحه وشويه زيت العود، هي والشامبينيون حتى هي شحرته بالملحه وشويه زيت العود. عندي الكالامار والكروفيت جوجهم حتى هما نفس الطريقه، الزبده وشويه الملحه. وعندي نص حامضه مصيره، وعندي حامضه معصره، وعندي شويه الكمون، وعندي الاعشاب هذه المكسيكيه، توابل المكسيكيه انا كتعجبني، ممكن انكم ما ديروهاش. فرماج احمر وخيزو، هذا هو البديل. خيزو راه تقدروا شرملته بشويه زيت العود وشويه الملحه وزدت عليها الربيع وهاد الفلفله حيت ما عنديش الحار، درتها باش كتعطي النسمه ديال الحار. دابا هادو هما المقادير اللي عندنا باش غادي نصايبوا هاد. وطبيعه الحال الزبده، يعني الزبده ضروري باش، والبسطيله ورقه البسطيله يعني ضروري باش غديري بها. صافي غنبداو ان شاء الله على بركه الله. قله كبيره غندير جميع المقادير، نحيد الفلفله، غندير خيزو ونزيد عليه الشامبينيون مع البصله، ونزيد هذاك الكمون اللي عندي وحامضه، نص حامضه، الاعشاب المكسيكيه. المهم هما ماشي ضروريين، ممكن تقدري تخلي عليهم، انا تيعجبوني النسمه ديالهم، فيهم فيهم هذا شي اعشاب زوينين كيعطيو واحد النكهه زوينه، ممكن انك تخلي عليهم الا ما بغيتيهم. الصراحه انا تيعجبوني، زيدوهم الا بغيتي. تنزيدو الحوت، القلمار والكروفات والحامضه مصيره، تنزيدو الحوت الابيض. غندير النص ونخلي النص باش نزيدو من الفوق باش نزوق به. صافي هذا الشيء اللي عندنا درناهم. دابا غنديرو الزبده، غنديرو واحد طرف تاع الزبده تقريبا، المهم طرف كبير هكا تاع الزبده هو تنزيدوه، وغنديروها على البوطه. باش كنزيدو الصوص الصوجا، كنزيد صوص الصوجا ها هي ضروريه، معلقه ديال التحميره باش يعطي اللون. نبقاو نخلطو بشويه بشويه العناصر بحال يقولها تندمج، راه تقريبا كلشي طايب، باش كلشي يندمج مع بعضياتو وتعطي كلشي فيه النكهه ديال العطريه وداكشي. ودهنا المول بالزبده. دابا غنستو فيه الورق ديال البسطيله، باش الورقه تاع البسطيله غادي نسقيها بشويه الزبده. صافي وندير وحده الوسط، درت الورقه الوسط. دابا باش نحط الحشوه، هي الحشوه ديالنا نسرحوها، يعني غتهلاي ديك الشعريه وديك المعجنات، يعني غديري بسطيله صحيه واقل ضررا. يعني كتبقى الورقه، المهم اللي ما بغاش ياكل راه يحيدها، اللي متبع شي ريجيم شي حاجه يحيدها. ملي الا بغيتي هكا كنتي عادي راه تقدري تاكليها. صافي وغادي نرشو بالزبده، نرشوها بالزبده، نرشوها بالزبده، ونزيدو داك الحوت الابيض اللي بقى عندنا. ها هو هي مره الانسان يديرها هي شويه الحوت غالي وداكشي، ولكن مره الواحد هكا يصيبها. المهم مده عاد باش يقدر يصيبها، ولا بغى يصيبها بطريقه صحيه باش يستافد منها. صافي كنزيد عاوتاني شويه الزبده، نديرو فرماج احمر. ها هو صافي تنبداو نغرقو فيها. صافي ها هي نغرقو عادي. صافي ها هي غرقتها، غندهنها بالزبده وبعدا نزيد الورقه الفوقانيه. صراحه انا كنركز على الصحي اكثر من الشكل، يعني ما كيهمش كيفاش
المهم كيفاش درتها. المهم الصحي تكون هي صحيه، هذا هو المهم في الموضوع. صافي ها هي انا كندهنها بالزبده صافي، وكندخلها للفران. صافي ها هي واجده. انا تنزوقها بشويه البوافون. ها هو نذوقوا بالطريقه اللي بغيتو. انا الصراحه ما عنديش بزاف مع الذوق، ولكن تيهمني المذاق وهذا يعني يكون صحي. صوص دو الصوجا من الفوق باش كتعطي شويه اللون هكا، باش يعطيك شويه اللون ديال الحموريه. صافي صافي وندخلها للفران ان شاء الله. كي جات صحيه ممكن تاكلوا منها عادي. جات سيبسه، جات زوينه.